السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. نرحب بكامل المشتركين اللي التحقوا بينا جدد، نقول لهم ان شاء الله رايحين تستفادوا من وصفاتي ومن قناتي. اليوم راني وليت لكم بوصفة جديدة راح تكون بزاف شابة. الوصفة تاعنا لنهار اليوم راح تكون صابلي بخيستيج بكريمة ولا بموس الكندر بوينو، راح تكون بزاف شابة. يعني هاد الوصفة راح نقول لكم عليها توب دي توب. ما عليكم غير تقعدوا معنا باش تكتشفوا الوصفه. وشوفوا هنا العجينه شحال راح تكون هشه، والكريمه من اروع ما يكون. يعني سابلي بريستيج رائع وفي القمه. اول حاجه راح نبداو بالموس. عندي 125 غرام شوكولا بيضاء، عندي 2 مغارف تاع بودره الشانتيي، ملعقه كبيره تاع كندر بوينو كريمه تاع كندر بوينو، وربع كاس تاع الماء. راح نديرهم كامل في الكاسرونه مع قرصه تاع الملح. نخليو غير الشوكولا تاع كندر بوينو ولا الكريمه تاع الكندر بوينو لو طون ندوبو كامل هذاك الشيء، يعني الشوكولا ولا بودر تاع الشانتيي والماء. غير تذوب الشوكولا نقلعوها من فوق النار ونحطوها كما راكم تشوفوا، ونضيفوا عليها كريمه البوينو. رايحين تخلطوا وهي عداك حاميه يعني سخونه. هذه هي الكريمه تاعي دروك رايحه نحطها تبرد. راح نديرها في ريسيبيون تبرد لي، راح نغطيها ونخليها تبرد لي حوالي ساعه ولا ساعتين في الثلاجه. يعني لازم تكون بارده مليح باش نطلعوا لاموس تاعنا. هذه هي دروك هنا بعد ما بردت لي راح تشوفوا باللي راهي شاده روحها. هاد لاموس البنات شابه بزاف بزاف، ما عليكم غير تجربوها في لي صابلي تاعكم. يعني الواحد يبدل على كريمه الزبده في لي سيغار، ما عليكم غير تضيفوا لها اي نوع تاع مكسرات، سواء لوز مقلي ولا بندق ولا حتى كوكاو، المهم يكونوا محمصين. يعني واحد الكميه قليله فقط راح تعطيكم واحد البنه من اروع ما يكون. شوفوا هنا لا كريم تاعنا كيفاش ولات بيضه ولات شاده روحها. يعني هاد الكريمه خرافيه صدقوني بزاف شابه. وهاد الوصفه ولا الكريمه راح تكون حصريه في قناتي. ما عليكم غير تجربوا الكريمه وترجعوا لي الخبر لانه تجي بزاف بنينه. دروك رانا صاي كملت مع الكريمه ولا مع لاموس، ودروك رايحين نفوتوا لعجينة الصابلي اللي راح نديرها اليوم بمسحوق الخروب. الآن رايحة ندير 125 غرام مارغرين، عندي صفرة تاع بيض، ملعقة سكر غلاس، ورايحة ندير معكم هذا البديل كاكاو اللي طبيعي ومصنوع من الخروب. يعني مليح بزاف الناس اللي عندهم لانيمي. وايضا الحاجه الشابه هو انه مصنوع بدون جلوتين. درت ملعقه، يعني يناسب بزاف الناس اللي عندهم مالادي ولا مرض السيلياك، يعني حاجه طبيعيه وصحيه. وايضا يعني السعر تاعه رمزي ماهوش غالي ومتواجد في كامل المحلات والسوبرات. والحاجه الشابه اللي عجبتني في هذا المسحوق الخروب اللي صراحه يعني بعد ما جربتها هو انه ما ينشفش العجينه تاع الصابلي ولا ميم الجينواز. يعني كاع اللي يشتكوا من العجينه تاع الكاكاو نقول لكم غير جربوا هذا البديل تاع الكاكاو اللي هو مسحوق الخروب الطبيعي. يعني النتيجه تاعو هايله. واللي حاجه اللي عجبتني اكثر واكثر هو انه عنده واحد الريحه، يعني ما ديروا لا لافاني ولا حتى عطر، يعني عنده واحد الريحه يعني ما بين الكراميل والريكليس. والناس اللي تتبع الحمية يعني ما عليكم غير تجربوا لانه قليل من السعرات الحراريه وغني بالكالسيوم والزنك والحديد. دروك البنات بعد ما خلطت الزبده درت قرصه تاع الملح كيما شفتوا، درت نص ملعقه تاع خماره الحلوى ولميت العجينه تاعي بالفرينه. ودائما تخلوا العجينه تاعكم طريه كيما دائما نوصيكم. واكيد دروك بعد ما لميت العجينه تاعي وتحصلت على العجينه طريه راح نحلها في وسط ساشي كيما دائما نوصيكم. هنا شوفوا كيفاش رايحين تحصلوا على وجه املس، يعني الصابلي تاعكم راح يجيكم ما شاء الله. دروك انا راح ندير هذا الطابع مدور، راح نطبع الصابلي تاعي في نفس الوقت. نتوما تكونوا شعلتوا الفرن اللي يكون لازم يعني حامي قبل ما تحطوا العجينه تاعكم. ودروك هذا هو السمك تاع العجينه تاعي. راح نجيب البلاط تاعنا وراح نرشوا فيه شويه فرينه ونبداو نستفوا فوقه كامل العجينه. دروك راح ندخله للفرن يطيب
ونرجعوا باش نحشيوه، يعني اكيد بعد ما يكون طاب وبرد لكم راح نحشيوه بهاد لاموس. كيما قلت لكم البنات اللي تبغي يعني القرمشه في هاد لاموس ما عليكم غير ديروا لها القليل من المكسرات. كيما دائما نعودكم انا ما نبغيش نعطيكم يعني كميه كبيره تاع العجينه هكذاك، يعني باش المبتدئات العرايس البنات الصغار يعني يجربوا وصفاتي وعينيهم مغمضين. كيما دائما نعودكم علاش نعطيكم 125 باش نشجعكم تنوضوا تجربوا الوصفه تاعي. كما تعرفوا الانسان لو كان ما يجربش ما يتعلمش. هنا دروك الصابلي تاعنا بعد ما نحشيوه بلاموس هنا لازم تفينيو الحبه تاع الصابلي تاعكم. علاش؟ باش كي ديروا له شوكولا ولا تغلاصيوه يخرج لكم الصابلي بيان فيني. هذه هي. هنا نحطوا العجينه واللاموس الزايده نقلعوها غير بالصبع تاعنا ولا بالسباتيل. وباش تحصلوا ايضا على نتيجه روعه بعد ما تغلاصيوه ما عليكم غير تكملوا هذا الايطاب، دخلوه للثلاجه يشد روحه شويه باش كي تغلاصيوه تخرج لكم الحبه ما شاء الله. هنا عندي 250 غرام شوكولا بالحليب درتها فوق حمام مائي. هنا لازم تذوبوا الشوكولا تاعكم في حمام مائي ولازم يكون الماء بعيد على الغيسيبيون باش الشوكولا تاعكم ما تنحرق لكمش. بعد ما تذوب لكم ضفت لها ملعقه ونصف تاع الزيت هنا باش تحصلوا على شوكولا تكون تلمع في نفس الوقت تجيكم اطريه. سيرتو في البرد الشوكولا لازم لكم تضيفوا لها الزيت. هذه هي. دروك راح نخلطها ودروك كيما شفتوا بعد ما عمرت الكاطو تاعي دخلته للثلاجه في هذا الوقت انا كنت جبت هذا المول باش ندير هذا الموتيف. هنا في هذه الخطوه باش تحصلوا على الشوكولا تكون تلمع خليو الشوكولا تدفى لكم شويه باش تعمروا هذا المول. هنا عمليه سهله انا راني ندير غير بالملعقه، نتوما قادرين ديروا بلا بوشادوي يعني لا بوش جوتابل وتبداو تعمروا في هذا الموتيف يعني باش ما تنغبنوش. واللي متعوده ما عليها دير غير بالملعقه وتتكل على ربي. هنا لازم تعمروهم كامل مليح. من بعدها رايحين تخبطوا شويه هذا المول يعني باش الشوكولا تاعكم تتفرش كامل وتدخلوها تبرد يعني تشد روحها حوالي ربع دقيقه. ودروك بعد ما كملت لي موتيف دخلتهم يجمدوا شويه يعني يشدوا شويه روحهم. دروك راح نبدا نغلاصي في الكاطو تاعي. انا دائما يعني نستعمل الكارفو ولا الفرشيطه ونبدا يعني نغلاصي في الكاطو ودائما يعني تهبطوا كامل الشوكولا الزايده. هنا دائما انا ندير بابي كويسون يا بابي الومنيوم نحط الكاطو تاعي باش يعني تتنحى كامل الشوكولا الزايده. من بعدها راح ندمر الحبه تاع الصابلي يعني نلزها شويه باش كاع الشوكولا الزايده تقعد لي كيما راكم تشوفوا. شوفوا دروك راح نديرها معكم هكذا راح تدمروها شويه ولا تلزوها ولا ترفدوها كاريمون باش الشوكولا الزايده كامل تقعد في البلاصه الاولى وتكملوا مع كامل الصابلي يعني بنفس الخطوات. يعني ما عليكم غير جربوا الطريقه تاعي. يعني اللي عندها مشكل مع كلاصاج مع الصابلي ان شاء الله نكون يعني نحيت لكم كامل هذه المشاكل في لا فيديو تاعي لنهار اليوم. راح نكمل نغلاصي كامل الكاطو. عندكم كيفاش راني ندير لكم ونعاود لكم باش تفهموا الطريقه مليح. ودروك بعد ما قلاصيت الكاطو ونشف لي وشد روحه دروك راح ندير معكم يعني مازالني مع مسحوق الخروبه اللي ما رايحاش نولي نستغني عليه لانه عنده ريحه ما شاء الله. دروك راح ندير لكم واحد الطريقه تهبل ايضا. راح نجيب المسحوق تاع الخروبه البديل كاكاو وراح نديره في الصفايه ولا في الباسواغ ونبدا نرش حاجه خفيفه ماشي بزاف لانه رايحين تتحصلوا على واحد الشكل بزاف شباب. شوفوا الطريقه اللي راني ندير فيها كما قلت لكم حاجه خفيفه بالباسواغ. ماذا بكم يعني تطلعوا الباسواغ شويه للفوق باش تحصلوا على شكل شباب وفي نفس الوقت ما تكتروش. هذه هي. بعد ما درت هذه الطريقه ان شاء الله يعني تكونوا استفاديتم من الوصفه تاع نهار اليوم لاني شرحت لكم على كامل الوصفه خطوه بخطوه. دروك راح ندير هذا الناكخي دوغي اللي دائما تسقسوني عليه ولا النقاط تاع المشتي اللي ديفوا نديرهم في لي صابلي تاعي. انا درت هذا السائل المذيب اللي يجي مع الناكخي دوغي راه متواجد عند كامل محلات اللي يبيعوا مستلزمات الحلويات. راح نديره مع الناكخي دوغي
راح نجيب هاد البغوصادون اللي تكون نقية وخاصة غير بالحلويات، يعني صراحة أنا هاد البغوصادون دارتها مع صوالحي تاع الكاطو. رايحين تجيبوا هذاك البغوصادون وتبقوا ترشوا فوق الصابلي يعني ولا فوق الطبقة تاع الخروب كاروما اللي هو بديل الكاكاو. راكم تشوفوا الطريقة كيفاش، يعني بعد ما بارطاجيته في ستوري عندي في الانستغرام كاع عجبهم هذا الشكل وقالوا لي كريمه كيفاش درتي، قلت لهم عليكم غير تروحوا لقناتي كريمه فارس راح تلقاو الوصفه بالتفصيل. فان شاء الله كاع اللي راهم معايا في الانستغرام وعلى بالي باللي دروك راهم يشوفوا فيا نوجه لهم تحيه خاصه ونقول لهم ربي يحفظكم ان شاء الله يعني تكون الوصفه عجبتكم. دروك هنا الموتيف تاع الشوكولا بعد ما نشف لي وشد روحه راح نجيبه وندير شويه شوكولا دايبه اللي كنت ديجا غلاطيت بها الكاطو ونلصقو هذا الموتيف. هذه هي خطوه سهله، يعني الصابلي ماهوش معقد، يعني فيه غير شويه تاع لي زيتاب ما عليكم غير تتبعوهم باش تحصلوا على نتيجه ولا اروع. اما في الوسط تبغوا ديروا حبيبه تاع الشوكولا كالبو، بس انا فضلت لا موستيل بنينه، ما عليكم غير ديروها ايضا في الوسط. اول حاجه يعني بنتها ما شاء الله شاده روحها، وزيد اللي عجبتني انه يعني كسرت لي اللون، يعني ما قعدش كل شيء غامق في غامق. هذه هي. وتاني في التالي كاع راح تكسروا اللون بالقليل من لافيدور. هذه هي. وهنا شوفوا الشكل تاع بديل الخروب مع الناكري دوغي شحال عطا جماليه بزاف شابه للصابلي بريستيج تاعي لنهار اليوم. ودروك راني وليت لكم بعد ما كملت معاكم صابلي بريستيج المحشي بكريمه البوينو، اللي هاد الكريمه بزاف شابه وحصريه في القناه. ان شاء الله ما عليكم غير تجربوا الوصفه، وبعد ما حطيتها ايضا معاكم في صحن التقديم وقدمته كما راكم تشوفوا تاني في ليكيسات وسوكيسات، ما عليكم غير تجربوا الوصفه لانه حقيقه اكثر من رائعه. وراح نذكر لكم ايضا يعني هذه الكميه شحال عطاتني، يعني 125 غرام شحال عطاتني من حبه تاع الكاطو، عطاتني 14 حبه، يعني زوج مغارف تاع دهان ولا 125 غرام راح تعطيكم كميه ما شاء الله، يعني اللي باغيه تجرب واللي عجبتها الوصفه تاعنا اليوم ما عليها غير دير نجام للفيديو باش هكذاك يعني يطلعوا ويشوفوه ناس وواحد اخرين. وما تنساوش ايضا انكم تبارطاجيو معايا تطبيقاتكم عبر الانستغرام اللي هو كريمه فارس.